عارفة دي علبة ايه؟ دي علبة كاكاو خام عندي. تعالى اقولك النهاردة انا عملت فيها صوص شوكولاتة حلو ازاي. مش بالكاكاو بتاعها، بنوع تاني. بس قبل ما اقولك، ما تنسيش تصلي على حبيبنا النبي. حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهاردة اوريكم الصوص الشوكولاتة اللي ممكن تحطيه على كل حاجة. بجد بجد طعمه حلو قوي. دي كده كانت علبة نسكويت عندي، فاحنا ملناش في النسكويت قوي. عملت ايه؟ قررت اعمل منها النهارده صوص شوكولاته. زي ما انتوا شايفين كده، دي كانت علبه كاكاو خام عندي. انا كانت فيها كاكاو، يعني بعد ما خلصته حبيت احتفظ بالعلبه بتاعتها عشان اعمل فيها صوص الشوكولاته ده. عايزه اقول لكم دي تاني مره اعمله، هتاكليه كده بالمعلقه. بجد بجد طعمه حلو قوي. بجيب كده النسكويت افضيه في العلبة وبزوده شوية مية وببدأ اقلب فيه جامد جدا لحد ما اخليش فيه بودرة خالص. هفضل استمر في التقليب كده زي ما انتوا شايفين. عايزة اقول لكم بتدهنوه على وش اي حاجة فعلا بيبقى طعمه تحفة، وبتبقى تقيلة كده، وطعمها حقيقي بيبقى حلو قوي. وكمان انا ما بحطش عليها سكر خالص لاني بحس سكرها حلو قوي قوي. يعني مش محتاج ان هو يتحط لها سكر، حلاوتها منها فيها. طبعا لو لقيتيها خفيفة معاكي بتزودي. هنا بقى هعمل ايه؟ ما تستغربيش ده، يعني ما تستغربيش من اللي انا هحطه. هحط عليها شوية زيت صغيرين قوي. ليه؟ الزيت هيديها لمعة قوية جدا جدا، وكمان هيخلي الملمس بتاعها معاكي ناعم جدا. بصوا بقى لما تتقلب في الزيت هتختلف ازاي. شايفين ادت لمعة جميلة ازاي؟ بصوا المنظر. ومش قادرة اقول لكم بقى القوام بتاعها، ولو حطيتيها على اي حاجة من عندك من البيت بجد بجد بيبقى طعمها تحفة. بصي زي ما انت شايفة كده. بصوا بقى، بصوا اللمعة اللي بقت فيها بعد نقطة الزيت. وكمان القوام بتاعها زي ما قلت لكم حلو قوي. حطيها على اي حاجة. هنا بقى كنت كده عاملة صينية كيكة، وهبدأ اقطع حتة واحطها عليها. والفيديو بتاعي خلص، واشوفك الفيديو الجاي على خير. باي باي.